هل لك أن تتخيل أن الهوس قد وصل بالنجم البرتغالي مهاجم نادي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو إلى حقن أعضائه التناسلية للحفاظ على شبابه الأبدي؟ صحيفة ماركا الإسبانية كشفت ذلك، وقالت إن النجم البرتغالي رونالدو، وعلى الرغم من أنه في 37 من عمره، فإنه لا يزال يتمتع بلياقة بدنية يحسد عليها، الأمر الذي جعله يحظى بنصيبه العادل من الاهتمام. وأضافت أن روتينا جديدا يستخدمه كريستيانو رونالدو بشكل مستمر من خلال حقن أعضائه التناسلية بالبوتوكس. وأكدت أن رونالدو يعلم أن معظم الفضل في اللياقة البدنية يمكن أن يعزى إلى نظامه الغذائي، ولكن نظامه التدريبي وعلم الوراثة الرائع واللمسات والتطورات الجديدة في الجراحة ستسمح له أيضا بالحفاظ على عضلاته. فبينما خضع وجهه بالفعل لعدة علاجات، فإنه ليس الجزء الوحيد من جسده الذي تلقى حقنة البوتوكس، لأنه بكل بساطة يحقن أعضاءه التناسلية وبشكل أكثر تحديدا في قضيبه. والغرض من هذه الحقن هو زيادة سمك القضيب بما يتراوح بين سنتيمتر واحد أو 2 أو 3 سنتيمترات، ويمكن أن تستمر حتى عامين. وأظهرت دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب في العام 2017 واستمر تحديثها حتى العام 2019 أن الرجال الذين يعانون من الضعف الجنسي والذين تلقوا حقن البوتوكس أظهروا تحسنا في تدفق الدم في القضيب، وهو ما ليسمح لهم بانتصاب أقوى وأطول.